الحين خلصنا من موضوع الدراسة، الحين موضوع ثاني ما له شغل كلش، بس طرى علي قلت هم أنا أشارككم إياه. يسألوني بعض العوائل، يتصلون يسألون عن فلان شلونه، خاطب بنيتهم يبي يتزوج، يسألون ما شاء الله عن صلاته، عن أخلاقه، عن كرمه، عن عصبيته، عن مزاجه، وايد حلو. لكن أنا عندي وجهة نظر، ساعات هذه الأشياء كلها توفر بالشاب، يكون يعني كريم وحبيب ومصلي وكل شيء، لكن في شيء يغيب، وهو عادة اللي يكون، يعني أنا أشوفه من وجهة نظري، يكون هذا الشخص إذا عنده هذه الصفة راح يكون وايد زين مع زوجته. بالنسبة لي وجهة نظري، من أهم الأشياء اللي تسألون عن الرجال لما يتقدم حق بنيتكم، تشوفون علاقته مو مع أم وأبوه. عادة راح يكون الأم وأبوه يعني إن شاء الله إنه زين، يبون يزوجون الولد، شوفوا علاقته مع خواته. سمعوني عدل، شوفوا علاقته مع خواته. اللي بار بخواته، حبيب وياهم، حنون، يطلعهم، ما يقصر وياهم، إنسان يعني صدق ينفقد لما يروح، يعني علاقته مع خواته علاقة عميقة، هذا عادة يكون ناجح مع زوجته. لذلك أنا يعني وايد أحرص إن لما واحد يسألوني عنه أقول لهم سألوا، حاولوا توصلون حق خواته وتسألون خواته شلون علاقته وياكم، علاقة عميقة ولا سطحية. يعني أنا أتكلم إن ما يبخل على خواته بولا شيء، يدللهم، حتى مشاعره، حتى كلماته العاطفية وياهم تكون راقية، يكون إنسان يعني صدق محبوب. هذا عادة يكون بإذن الله عز وجل مع أهله، يعني إن شاء الله يا رب يا كريم ممتاز. والإنسان اللي سيء مع خواته في غالب الظن ما راح يكون جيد مع أهله. هذه وجهة نظري، يعني تحتمل الصواب والخطأ، وهي مو قاعدة عامة، لكن أنا أشوفها أن كثيرا ما تصيب.